رقم 8 وفي الدقيقة الثامنة من لقاء اليوم يحرز أول أهداف هذا اللقاء وادي عبد الواحد. وسالفيو في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة اتحطت حلوة جدا ناحية اليمين، وسالفيو قاطع على الأيمن قريب مكمل قبل مرغني ويحطها حلوة على يمين عبد الواحد السيد، ما يقدرش يعملها حاجة وتسكن الزاوية اليمنى وتعلن عن هدف أول لأتلتيكو مدريد في شباك الزمالك. سالفيو جول 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 هدف في الدقيقة 14، وكأن سالفيو هو يومه في لقاء اليوم رقم 8 والهدف الثاني. سالفيو والهدف الثاني. هذه ضربة رأس وادي العرضية يقطعها عبد الواحد السيد، توصل لسالفيو يضعها داخل المرمى بهدف ثاني لأتلتيكو مدريد. الجماهير بتنادي على ميدو. هوبا ميدو جول، هوبا 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 جوه جول ميدو، جول 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 وهدف اول لنادي الزمالك. جول 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 هدف اول لنادي الزمالك ميدو. اعزائي المشاهدين مشاهدي نايل سبورت، في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 25 بالقدم اليسرى على يسار الحارس، كاد أن يلمسها لكن قوية، وجول جول 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 وهدف ثالث رائع جدا للبديل دييجو. جول بقول لحضراتكم أحد نجوم أتلتيكو مدريد، ونزل مع بداية الشوط الثاني ويحرز هدف رائع جدا على يمين عبد الواحد السيد، حاططها حلوة 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 من فوق الحائط البشري، ما يقدرش يعمل لها حاجة وتسكن الشباك وتعلن عن هدف ثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 7. ادي الفرحة، هو اللي عمل الفاول وهو اللي احرز الجول. دييجو هدفين وسالفيو هدفين، حسدناك يا جنش. لسه بنقول اول لقطة الكرة اللي فاتت، لكن شوفوا بقى خط الدفاع اتضرب ازاي في لحظة، حطها حلوة ادريانو لكن دييجو مكمل وجول.